مرة واحد كان بيقول لي أنا دخلت علاقة جديدة بس حاسس إن أنا مش مبسوط. قلت له هو أنت كان بقالك قد إيه منفصل؟ قال لي حوالي شهر. قلت له يمكن المشكلة إنك ما كنتش بتدور على الحب. قال لي يعني إيه؟ قلت له يمكن كنت بتدور على مخدر، لأن بعد أي وجع عقلنا أحيانا ما بيدورش على الحل، بيدور على أي حاجة تخليه يحس بوجع أقل من اللي هو حاسس بيه. فبندخل علاقة جديدة مش عشان الشخص الجديد ده هو الأنسب أو هو الأحسن، لكن لأن وجوده سكت الألم وسكنه شوية. وده مش معناه على فكرة إن كل علاقة بعد الانفصال بتبقى غلط، ولا إنك لازم تستنى شهور أو سنين. لكن اسأل نفسك سؤال واحد: لو الألم اللي أنت حاسس بيه ده والوجع اختفى، هل كنت هتختار نفس الشخص ده؟ لأن في فرق كبير بين إن أنت تختار إنسان معين عشان تبني معاه حياة وشراكة كاملة ويبقى شريك حياتك، وبين إنك تختاره عشان تهرب من وجع لسه ما اتعالجش. لأن الشخص الجديد مش المفروض إنه يدفع تمن جرح هو أصلا ما تسببش فيه.